قبل ما ابدا المسلسل هقول لك عجبتني صديقي. تعليقاتك على الفيلم اللي فات ارهقتني وعذبتني وموتتني من جمالها، ولذلك قلت لازم اعمل لك اللي نفسك فيه. في المسلسل ده من السنه اللي فاتت بيطلب مني برغم انه اتلخص كتير، ولكن الجماهير تطالب المسلسل بصوت كوكل المثير. كل اللي عليك يا امير تقوم تجيب كوبايه عصير علشان اللي هتشوفه تقيل. والان اربط الاحزمه واستعد للمسلسل. وبيبدا المسلسل بستيفن، شخص افعاله غريبه. بيصحى من النوم بيكون مكتف رجليه وحاطط حوالين سريره رمله، بيتاكد انه ممشيش وهو نايم، وبيروح على الباب يطمن على اللزق اللي هو حاطه علشان يتاكد انه مخرجش بره. بياكل السمكه بتاعته وبيخرج يركب الباص اللي هيوصله لشغله. بيكون شغال في متحف اثار مصريه. بيخش جوه بيلاقي البنوته دي واقفه قدام الهرم الكبير. يقول لها ازيك يا كمونه، ايه رايك في الهرم؟ بتقول له يا ترى ايه اللي في الهرم من جوه؟ بيقول لها ولا حاجه. هو بياخدها يعرفها على تاريخ المصريين. في الوقت ده بتوصل مديرته في الشغل تقول له ولا، بيروح جري عليها وبياخد منها اللي شايلاه. بتقول له يا رب تكون عارف انك مش شغال هنا مرشد سياحي، شغلك تبيع الحاجات دي للاطفال. بتسيبه وتمشي. بتخش عليه الحته دي وبتقول له ازيك يا رايق؟ بيقول لها كله تمام. بتقول له بصراحه المتحف تحفه. بيقول لها يا رب يكون عجبك. بتقول له هجاوب عليك لما نتقابل بكره الساعه 7. بينصدم وبيقول لها استني بس، هو احنا هنتقابل بكره في موعد غرامي بجد؟ بتقول له هتعرف بكره. بيخلص شغل وبيروح البيت، بيحط رمله بدل اللي داس عليها برجليه، وبيحط لزقه على الباب وبيقفل الباب كويس. بيروح المكتبه كالعاده وبيفضل يقرا عن تاريخ الفراعنه اللي بيكون مجنون بحياتهم. بيروح على السرير ومره واحده بيلاقي نفسه اترزع في المكان ده. بيقوم بيلاقي شخص في عقله بيكلمه، بيقول له خليني انا اللي اتحكم في جسمك. بيقول له جسم مين؟ هي سايبه؟ انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل وانا جيت هنا ازاي بالظبط. بيقول له هتفهم كل حاجه في وقتها، الجعران اللي في جيبك اياك يضيع منك. بيحط ايديه في جيبه وفعلا بيلاقي الجعران وعليه نقش فرعوني. هو مره واحده بيحس ان في حد جاي وراه. بيبص ما بيلاقيش حد. بينزل تحت لحد ما بيلاقي الشخص ده وبص عليه من الشباك. بيشاور له فبيخرج عليه التاني وبيهجموا عليه بالاسلحه. الشخص اللي جواه بيقول له اهرب يا حمار ما توقفش. بياخدها جري منهم لحد ما بينزل وسط الناس. بيلاقي ناس كتير متجمعين واقفين قدام هارو رئيسهم. بيقول لهم كلنا عارفين ان وسطنا ناس مش مظبوطين، قلوبهم مش نظيفه وعاملين ذنوب كتير في حياتهم، فاللي شايف نفسه عامل ذنوب وعايز يكفر عنها يجي هنا ويقدم روح الامان. الشخص ده بيخرج له بيقول له تسلم علشان شجاعتك. بيحط العصا في ايديه وقاله بيكون في وش ميزان على ايديه. بمجرد ما بيحط العصا الميزان ده بيتحرك، ولكن الشخص ده ما بيحصلوش اي حاجه. بيقول له برافو عليك يا ابني، ما عملتش اي ذنوب وقلبك طاهر. بتخش عليه الست العجوزه دي بتقول له انا كمان عايز اعرف عملت ذنوب في حياتي ولا لا. الست روحت بتاعتها بتموت، موتي في بيتك بلاش بهدله. المهم بتخش له بيحط العصا على ايديها، وبمجرد ما الميزان بيتحرك بيقول للست قامت قمرت. الست بتطب ميته مكانها. ما انا قلت لك بتاعتها بتموت، ينفع البهدله دي؟ المهم رجالته بيقولوا له في شخص دخل وسطنا قتل كتير من رجالتنا. بيقولوا طبعا واكيد بيستخبي وسط الناس دي. هارو بيقول يا قوم اركعوا الامام. كلهم بيركعوا الا ستيفن. بيقول له هو انت؟ انا عارفك كويس يا مار. بيقول له لا اكيد انت غلطان، انا اسمي ستيفن شغال في متحف اثري. بيقول له طيب هات الجعران اللي معاه. رجالته بيزنقوه بيقول لهم من غير عنف يا رجاله. قصدك الجعران ده؟ مارك اللي جواه بيقول له اياك تديله الجعران. بيقول له خدها معلمه. فمارك بيقفل له ايديه. بيقول له انت هتلاعبني يالا؟ بيقول له صدقني مش انا اللي قافل ايدي. بيفتح ايده بايده الثانيه وبيقول له خد يا سيد الناس. بيجي ياخده فبيلف في الناحيه الثانيه. بيقول له انا مش هطلبه منك تاني. بيقول له صدقني مش انا اللي بعمل ده، انا مش عارف ايه اللي بيحصل لجسمي. بيلف في جسمه الناحيه الثانيه وبيقول له خد اهو يا سيد الناس. بيمشي غصب عنه وهرب بيقول لرجالته خدوه على المخزن. بياخدوه ولكن مره واحده ستيفن بيغمض عينيه وبيفتح بيلاقي الرجاله اللي ماسكينه متشرحين تحت رجليه. بيقول له انا اسف والله مش انا صدقني. بياخدها جري منهم وبيركب العربيه دي وبيمشي من المكان. بياخدوها جري وراه، واحد منهم بيخش له جوه العربيه بسلاح. فبيغمض عينه وبيفتح بيلاقي الشخص ده ميت وراه. مارك بيقول له بص قدامك بسرعه يكون خلاص يخش في التريلا دي، ولكن بيلف الطاره ولا العبد لله على الاسفل. بيكمل جري منهم ولكن اولاده لما بيحطوه بالعربيات من كل اتجاه. تفتكر ان ده هيفرق معاه؟ قولها معاه يا صديقي. لا والله. بيغمض عينيه وبيفتح ما بيلاقيش حد حواليه. مره واحده بيصحى من النوم وبيفرح ويلاقي ان ده كله كان كابوس. بيطمن انه ما اتحركش من مكانه وبيلبس ويتشيك علشان المقابله بتاعته الساعه 7. بيروح المطعم وبيستنى كتير ولكن البنت ما بتجيش. بيتصل بيها وبيقول لها انت فين؟ بتقول له اقول لك فين وما تزعلش. بيقول لها قصدك ايه يعني؟ مش انت قلت لي هنتقابل بكره على النهارده الساعه 7؟ بتقول له انا قلت لك يوم الخميس، كنا المفروض نتقابل يوم الجمعه، النهارده الحد يا خفيف. امسح رقم يالا وياك تتصل تاني هنا. ستيفن بينصدم والراجل بيقول له هتاكل ايه؟ بيقول له هو النهارده ايه؟ بيقول له الحد. بيروح البيت وهو مش فاهم ايه اللي بيحصل له. بيقول السمكه بتاعته ينفع كده؟ مش لاقي حد يفهمني اللي بيحصل لي. بيبص تحت رجليه فبياخد باله ان الترابيزه اللي عليها السمكه بتتحرك. بيرجعها وبيطلع فوق بيلاقي مخبأ صغير جواه مفتاح وموبايل. بيفتح التليفون بيلاقي مكالمات كتير قوي من بنت اسمها ليلى بتتصل بيه فبيرد عليها. بتقول له اخيرا رديت، انت لسه عايش؟ بيقول لها الحمد لله. بتقول له ليه ما كنتش بترد عليا؟ انا بعت لك رسائل كتير وكلمتك كتير وانت ما بتردش. بيقول لها اهدي بس، انا لقيت التليفون
بيكون ده عندي في البيت بالصدفه. بتقول له بلاش تمثيل على اساس اني ما اعرفش صوتها. بيقول لها انا ما بهزرش. بتقول له ولا انا ما بهزرش يا مار. بيقول لها مارك مين؟ بتقفل التليفون في وشه، فبيلاقي حد بيقول له ستيفن. بيبص حواليه ما بيلاقيش حد. بيقول مين اللي هنا؟ بيدور في البيت ما بيلاقيش حد. بيخش الحمام بيلاقي انعكاسه في المرايه بيهز دماغه، وهو ما بيهزش دماغه. بيشغل نور بيلاقي انعكاسه مظبوط. الصوت بينده عليه تاني. بيبص وراه ما بيلاقيش حاجه. بيبص تاني للمرايه. مارك بيقول له ما تدورش ورايا تاني يا ستيفن. بيخرج بره الحمام. البيت بيتكركب على دماغه. فبياخدها جري بره البيت خالص. بيركب الاسانسير وبينزل الدور الارضي، ولكن الاسانسير بيقف بيه في الدور الثالث. بيدوس على كل الزراير والاسانسير بينزل بيه في الدور الثاني، والباب بيفتح. بيلاقي كائن غريب قدامه وبيقرب عليه واحده بواحده. باب الاسانسير بيكون خلاص هيقفل، ولكن بيمسك الباب وستيفن بيفضل يصرخ على الارض. ولكن اللي بيكون مسك الباب ست عجوزه. تقول له معلش كنت وقفت الباب يا ابني. هي ست بتنزل تحت الدور الاول وبتقول له معلش انا رايحه لجارتي. بيقول لنفسه هو انا ايه اللي بيحصل لي؟ بيبص وراه بيلاقي الكائن الغريب في وشه. بيصرخ ومره واحده بيلاقي نفسه في الباص رايح على شغله. بيصرخ في الباص والناس بتستغرب عليه. بيوصل المتحف وبيروح لزميله اللي شغال في الامن. بيقول له اسطى ركز وخلي بالك النهارده ممكن يخش علينا بني ادم براس غراب. بيقول له اسطى انت اتجننت. المديره بتقول له ستيفن اتاخرت ليه النهارده؟ خد الحاجه دي دخلها جوه. ما بيركزش معاها لانه بيشوف هارو قدامه. بيقول لها بص ايديك سيبيني في حالي، استني بس عليا 5 دقايق. بتقول له براحتك بس انت اللي هتفضل هنا النهارده علشان الجرد بالليل. بيسيبها وبيخش ورا هارو، وفعلا هارو بيظهر له من ظهره. بيقول له برافو عليك يا مار، شغال هنا باسم مستعار. هو انت ما لقيتش اسم غير ستيفن؟ بيقول له زميله بتاع الامن ولا روني الشخص ده عايز يقتلني. روني بيشمر ايديه. هو بيقول له تحيا يا عماد. بيشوف الميزان على ايديه. بيقول له هو انت منهم؟ هارو بيقول له بص بقى يا ابني، الجعران ده مش بتاعي ولا بتاعك، الجعران ده بتاع امان، اكيد طبعا تعرفها. بيقول له لا والله ما حصليش الشرف، بس اسمع انها كانت ست براس تمساح وكانت لعبه المصريين ساعتها. بيقول له كانت بتلعب اي حد شراني. بيقول له دلوقتي انا مالي. بيقول له هات الجعران اللي معاك علشان ارجعها تاني. قامت لو موجوده ما كانتش الحرب العالميه الاولى ولا الثانيه ولا هتلر ولا غيره كانوا هيظهروا اصلا. ما كانش في العالم هيبقى فيه اي دمار. بيكون عايز يهرب منه ولكن اتباعه بيحطوه من كل اتجاه. هارو بيقول له ما فيش مخرج من هنا. بيقول له صدقني انا مش هقدر اساعدك بحاجه. بيقول له انا اللي عايز اساعدك وانقذك من خنشو اللي مسيطر عليه. بيحط العصايه على ايديه ولكن ما بيعرفش يسيطر عليه. بيبداوا يقفلوا المتحف وهارو بيقول لهم سيبوه. الموظفين كلهم بيمشوا من المتحف وستيفن بيكون قاعد يخلص الجرد اللي المديره قالت له عليه. بيخلص وبيكون خلاص ماشي ولكن بيسمع صوت حيوان جوه في المتحف. بيرجع تاني عشان يخرجه بره. بيخش له جوه بيفضل ينده عليه لحد ما بيشوف ظل وحش كبير. بيستخبى منه ولكن الوحش ده بيشم ريحته. بيهجم عليه وستيفن بياخدها جري منه. بيخش الحمام وبيقفل على نفسه. الكائن بيكسر في الباب ومره واحده مارك اللي جوه بيظهر له في المرايه. بيقول له اسمعني يا ستيفن خليني اسيطر على جسمك، انجز مفيش وقت الوحش ده هيقتلنا احنا الاثنين. بيقول له اخرس خالص انت مش حقيقي. بيقول له ركز هنموت، لازم تسلمني السيطره على جسمك والا هنموت حالا. الوحش خلاص هيفتح الباب. ستيفن بيستسلم للامر الواقع وبيسلمه جسمه. وفعلا الوحش العنيف مارك بيبدا يسيطر على جسمه ولكن الوحش بيفتح الباب وبيهجم عليه. بيهجم على مين؟ ارجع يلا. بيكسر عليه الحمام والوحش بيكون عايز يهرب منه. بيدخله تاني جوه الحمام هو بيخلص عليه بالكامل. هو بيكون في منتهى الغضب. وكان عادة ستيفن بيصحى مخضوض من النوم ولكن المره دي بيكون شاكك ان اللي حصل حقيقه. بيفوق وبيخش الحمام وبيبص في المرايه. بيقول له مارك انت موجود؟ اتكلم لو موجود. محدش بيرد عليه. ده بيلبس وبيروح على شغله. بيوصل المتحف بيلاقي زميله في الامن بيقفل المتحف. بيقول له هو ايه اللي حصل؟ بيقول له في حد دخل دمر الحمام جوه. بيقول له طيب شفت الكاميرات؟ بيقول له لسه كنت هشوفها. بيقول له انا لازم اجي معاه لانك مش هتصدق اللي هتشوفه. بيخش معاه جوه هو بيشوفه ايه اللي حصل امبارح. الامن بيشوفه هو بيقول له هو انت اللي كسرت الحمام؟ بيقول له لا مش انا، ده اللي بيجري ورايا. بيقول له مين؟ بيقول له هتشوف. بيجري الفيديو ستيفن بيجري ولكن ما فيش حد بيجري وراه. بيقول له ما فيش حد بيجري وراه. بيقول له ازاي؟ اقسم لك كان في كائن غريب بيجري ورايا امبارح. بيقول له ما فيش وانت هو دخلت الحمام لوحدك وطبعا ما فيش كاميرات تصورك وانت في الحمام. ستيفن بينصدم وبيتحول للتحقيق. الضابط بيقول له المديره ما رضيتش تطلب تعويض منك واكتفت انها ترفدك بس من الشغل. ستيفن بيمشي هو بيكون في منتهى التوهان. وهو ماشي بيشوف البنك اللي اسمه مكتوب على المفتاح اللي لقاه. بيروح الخزنه وبيقول للامن انا ليا خزنه هنا باسم مار. بيقول له فاكرك طبعا رقم خزنتك 43 صح؟ بياخده جوه وبيفتح له الخزنه وبيسيبه ويمشي. ستيفن بيخش الخزنه بيلاقي سرير وشنط وكانها اوضه معيشه. بيلاقي الشنطه دي بيفتحها بيلاقي فيها سلاح وفلوس كتير جدا وبصبر باسم مار. بيسيب كل حاجه وبيلاقي الجعران قدامه. بينصدم وبيقول مستحيل يعني كل اللي بشوفه ده حقيقه؟ مارك بيظهر له وبيقول له ايوه حقيقه. بيقول له يا هلا. بيقول له عارف انك خايف. بيقول له يا جدع اخاف من ايه؟ انت خلاص بوظت حياتي بالكامل. بيقول له اسمع احنا الاتنين في خطر والحاجه الوحيده اللي هتقدر تنقذنا هي جسمك. بيقول له انت مفيش على لسانك غير جسمي جسمي جسمي، محسسني ان جسمي ده مبوله واي حد ممكن يخش عادي. بيقول له ده اللي المفروض يحصل، احنا هنمشي طريق سوا واما اقول لك سلمني تحكم جسمك ما تعرضنيش وصدقني
صدقني بعد ما اخلص المهمه دي مش هتشوفني تاني للابد. بيقول له الاول اعرف انت مين وايه اللي دخلك عقلي. بيقول له انا مار خادم خونشو، هو اللي مديني قوتي وانا وهو بنحارب الشر، وانا علشان استخدم القوه دي لازم اتحكم في جسمك. بيقول له خونشو المصري. بيقول له بالظبط كده. بيقول له بالظبط كده. انا خلاص هتجنن، ما بقتش فاهم حاجه، ما بقتش عارف مين معايا ومين عليا. ايه رايك بقى انا هاخد الشنطه دي وهسلمها بنفسي للشرطه بكل اللي فيها. وبياخد الشنطه وبيخرج بره، ولكن مره واحده بيلاقي خونشو جاي يجري عليه، بيجري منه، ولكن مره واحده بيلاقيه في وشه. بيقول له بطل عبط ورجع الشنطه مكانها يا اهبل. ستيفن بيصرخ وبيخرج جري لبره، وهو بيجري البنت دي بتخبطه بالمكنه. بتقول له مار اخيرا لقيتك. بيقول لها انت ليلى صح، يلا بينا من هنا. بيركب معاها المكنه. بتقول له انت كنت فين؟ بيقول لها مش وقته، خدينا على البيت بسرعه. بتروحوا البيت، مارك بيظهر له وبيقول له مشي ليلى من هنا، وجودها معانا خطر على حياتها. بيقول له لا يا معلم انسى ان ده يحصل. ليلى بتقول له انت بتكلمني انا؟ بيقول لها لا ما تاخديش في بالك. بتخش جوه. بتقول له واو سبت اللي معاك في مصر وانتبهت لدراسه الاثار المصريه. بيقول لها انا على قدي. بتقول له طيب مش ناوي تطلقني؟ بيقول لها هو احنا متجوزين اصلا؟ بتقول له انت هتستهبل. بيقول لها بهزر بس انا مش هطلقك. بتقول له لا بعد ما بعدت عني كل ده انا مش عايزه اكمل معاه. بيقول لها بص يا بنت الناس انا مش عارف احكي لك ازاي اللي بيحصل ولا اثبت لك ازاي ان انا ستيفن مش مار، بس انا هوريك الشنطه اللي لقيتها دي، يا رب تصدقيني وتعرفي ان ستيفن مش مار. مارك بيقول له لا ما توريهاش حاجه، ما بيسمعلوش. بيقول له اسمع يا غبي لو عرفت الحقيقه هارلو هيقتلها علشان يوصل للجعران. ستيفن بيسكت. بيقول لها خلاص مش هينفع اوريكي حاجه. بتقول له هو لا بعيال ابعدلها. بتفتح الشنطه وبتشوف كل اللي فيها. بتقول له انت معاك الجعران؟ بيقول لها انا ما اعرفش ده بتاعي اصلا. بتقول له انت بتكذب يا مارك علشان تكمل لوحدك. بيقول لها خد الشنطه كلها وروحي لوحدك، صدقيني انا مش مارك انا ستيفن. بتقول له بجد انت ما تعرفش الجعران ده بتاع ايه والمفروض نكمل بيه في ايه؟ الباب بيخبط، بيروح يفتح الباب بيلاقي الشرطه. بيقول له ممكن ندخل؟ بيقول لهم اكيد. بيخشوا جوه بيفتشوا البيت لحد ما بيلاقوا شنطه مار، واللي بيكون استخبى بالجعران فوق البيت. بيفتشوا الشنطه. بيقولوا له ده باسبور مارك صح؟ بيقول لهم ربنا ما بتاعي. بيقولوا له ما احنا عارفين انت ستيفن وده مارك وسبحان الله الاثنين نفس الجثه، انت بتضرب باسبورات يا بيه؟ بيقول لهم انا هفهمكم. بيقولوا له لا انت هتيجي تفهمنا هناك في القسم. بياخدوه معاهم ولكن بينزلوه في منطقه بعيده عن القسم. بيقول لهم احنا ما اتفقناش على كده. بينزلوهم العربيه وبيخش عليه هارو. بيقول له بقى انت اللي عامل كل ده؟ بيقول له انا جبتك هنا عشان احميك من خونشو. خونشو بيظهر لستيفن هو بيقول له تحول وخلص عليه. هارو بيقول له انت شايفه اكيد بيقول لك اقتلني صح؟ بيقول له بالظبط كده. بيقول له ما تقررش دلوقتي، تعالى معايا وخد القرار جوه. بص بقى يا برنس الناس دي كلها اتباع الملك امان، هنا الاكل ببلاش، شرب ببلاش، لبس ببلاش، كل حاجه ببلاش، البركه في امان مش حرمانه من اي حاجه. انما خونشو بيحاول يثبت ان قامت شرانيه وعايز يوقفنا علشان ما نرجعهاش العالم بتاعنا تاني، ولكن احنا عايزين نرجعها علشان تحقق العدل وتخلص على كل الاشرار اللي في العالم. خونشو بيغضب وبيزلزل المكان. هارو بيقول له ما تخافش منه، ما تسمعش كلامه اصلا، اوعى يلعب في دماغك ويثبت لك ان قامت هي الشريره وان هو العادل الحكيم. خونشو بيقول له انا العادل وبعاقب الناس اللي يستحقوا العقاب. هارو بيقول له ما تركزش مع صرصرته وركز مع كلامي انا، هاتوا الجعران اللي معاك علشان نرجع امان. بيقول له الجعران ده مش معايا اصلا. بيقول له طيب مع مين؟ مارك بيقول له عجب سيره ليلى، لو جبت سيرتها هيقتلوها، اديني تحكم جسمك وانا هخلص عليهم بالكامل. ما بيردش عليه وبيقول له هارو انا ما اعرفش مع مين. بيقول له طيب بص انا الخادم الوحيد لامان والعصا دي فيها نسبه من قوتها مش عايز استخدمها ضدها، انجز وقول لي فين الجعران. مره واحده ليلى بتظهر وبتقول له الجعران معايا انا. بيقول لها هاتيه وهتبقي معانا في النعيم. خونشو بيقول له مارك تحول وتعامل معاهم حاله، وليلى بتقرب منه بتقول له انجز تحول وخد خلي الجعران ده معاه، اياك حد ياخده منا. بيزيح الرجاله من جنبه وبياخدوها جري من المكان. هارو بيستخدم قوته وبيخرج لهم وحش من تحت الارض، الوحش بيجري وراهم وليلى بتقول له ركز انت اسمك مارك وكنت بتتحول لبطل خارق، بتحول وخلص عليهم. مارك بيقول له انجز يا حيوان هنموت، سلمني جسمك بسرعه. بيقول لهم مستحيل. بيخش عليهم الوحش وبياخدوه بينزل بيه لتحت، بيكون خلاص على الارض ولكن بيتحول في اللحظات الاخيره، ولكن دي ما بتكونش قوه مارك. بيروح يبص في المرايه. مارك بيقول له ايه البدله العره دي؟ بيقول له ما اعرفش انا حسيت اني لازم اتحول فلقيت نفسي لابس البدله دي. بيقول له القوه دي ضعيفه جدا، سلمني جسمك وانا هتحول. بيقول له لا يا عم انا هتعامل. بيخش عليه الوحش بيكسر عظمه وستيفن ما بيكونش شايفه. مارك بيقول له انجز. بيقول له خلاص يا عم اتحكم انت في جسمي. مارك بيتحكم في جسمه وبيلبس البدله بتاعته. ليلى بتقول له خد الوحش بعيد عن الناس. طبعا بيجرجر الوحش بعيد عن الناس وبياخده وبينزل بيه على السيخ ده، بيقلع البدله وبيدور على الجعران ولكن ما بيكونش معاه، بيكون خده هارو. ستيفن بيظهر له في المرايه وبيقول له اديني تحكم جسمي تاني يا اسطى. بيقول له انسى الموضوع ده، انا هخلص المهمه دي بجسمك وبعدها هسيبك وهمشي، مش هظهر في حياتك للابد. خونشو بيظهر له وبيقول له انت فشلت في المهمه، الجعران مع هارو دلوقتي. بيقول له لسه الوقت قدامنا، هنوصل لمقبره اميت
بيقابله بيقول له انا هعمل المستحيل علشان اكون جنبك، بس خلي بالك مش هقدر اساعدك كتير لان المكان اللي احنا رايحينه تحكمي فيه هيكون قليل جدا. بيقول له واحنا هنروح فين؟ بيقول له تفتكر مهمتنا فين؟ بيعدي من قدامه بيلاقي نفسه في فندق، بيفتح الشباك بيلاقي الاهرامات قدامه. ويلكم تو ايجيبت يا مار. في الوقت ده ليلى بتضرب باسبور مصري عند ام حنان وبتحصله على مصر، وارنولد بيكون في مصر وبيفضل ماشي ورا اتجاه الجعران لحد ما بيوصل لمقبره امين. الجعران بيقف، هارلو بيقول لهم هنا احنا هنحفر هنا يا رجاله. في الوقت ده مارك بياخدها جري لحد ما بيوصل للبلطجيه دول، بيلاقيهم قتلوا الشخص ده اللي هم مين؟ احمد داش وباقي السرسجيه. منورين يا ولاد بلدي، هي مساعده يا جدعان، ربنا يقويكم يا رب. المهم مارك بيقول لهم ليه قتلتوا الشخص ده؟ انا كنت عايز اعرف منه مكان مقبره امين. يقول له انسى ربع ده فخم وانسى انك توصل لهارو اصلا. يقول لهم بجد طب هاتوا اخركم. في الرجاله بيطلعوا السنج وبينزلوا التقسيم قدامه. بيقول لهم طب ايه انتوا داخلين خناقه ولا داخلين فرح ترقصوا؟ عنده حق، الله يكسفكم فضحتونا قدام الاجانب. خش عليها طحن بولو، الله يكسفك يا بعيد. خش انت بسلطه روح الله يفضحك انت التاني. هيداش خش انت عليه فخس على مسكك المطوه. يالا الراجل بيلف له ايديه وكتر خيره ما بيرضاش يأذيه، بيرزعه بحته قلم محترم. خش انت سلطه بيسلط معاه وداش بيقول له وشك يا خواجه وبيرمي عليه السكينه. مارك بيبعد هو بيكمل تقطيع في السلطه. حنبله بيخش عليه هو بيهوشه علشان يخوفه، بيلحس السكينه فبيبلعها له. بياخدوها جري منه هو بياخدها جري وراهم. وسط بلادنا وبيجري وراكم، تعال على السوهاج هجد منك ليه؟ المهم بيخلص على اتنين منهم ما بيكونش فاضل غير داش. بيقول له فين مقبره امين؟ ما بيردش عليه. خنشو بيقول له خد على طرف الجبل هيتكلم. بياخدوه هو بيقول له فين هارو مقبره امين؟ ما بيردش عليه. ده بيتوكل على الله يموت. مارك بيقول له خنشو هنتصرف ازاي؟ انت مش تقدر تتكلم مع زمايلك الملوك؟ اكيد هم ليهم سيطره عليه وهيقدروا يمنعوا هارو انه يخرج امان. بيقول له الكلام معاهم مش حاجه سهله. بيقول له في اسوأ الحالات هيحصل ايه يعني؟ بيقول له مفيش، اخر مره اتكلمت معاهم طردوني من الهرم، ودلوقتي لو ما اديتهمش ادله كافيه مش هيصدقوني، وان ما صدقونيش هضرب عليهم في الكلام وهيسجنوني. بيقول له بس يبقى حاولنا، وان اتسجنت في تمثال انا هكمل من بعدها. بيقول له انا لو اتسجنت قوتك هتروح، ازاي هتتعامل مع هارو بدون قوتها؟ ما علينا، انا هبعت لهم رساله عشان نتجمع في الهرم. بيطلع فوق وفعلا بيبعت لهم رساله. هارو بيعرف ان في اجتماع فبيقول للرجاله انا همشي وما توقفوش حفره مهما حصل. وخنش بيخلص وبيرجع لمارك تاني. بيقول له بص دلوقتي في بوابه هتتفتح، انا هتجسد فيك واتكلم، وكل واحد منهم هيتجسد في الشخص التابع ليه. يلا خش جوه. بيخش جوه بيلاقيهم كلهم جاهزين. يازل بتقول له ازيك؟ انا اللي هتتجسد فيها هتحور. اكيد انت مار اللي هيتجسد فيك خنشو. بيقول لها بالظبط كده. تقول له طيب يلا مستعد؟ بتطلع فوق وهو بتقول للملك حورس حضر، وايزاس حضر، وتفون حضر، واوزوريس حضر، وحتحور حضر، ومختار كوكلي خطر. المهم بتكمل كلامها وهو بتقول كل الملوك جاهزين علشان يسمعوا مشكله خنشو. خنشو بيحضر وواحد منهم بيقول له انت اخر مره كنت هتفضحنا يا خنشو علشان كده طردناك من هنا. بيقول لهم طردتني علشان مش راضي اتخلى عن البشر، وواقف جنبهم كتف بكتف. التاني بيقول له هم اللي اتخلوا عننا وعملوا لانفسهم من انفسهم ملوك تحكمهم، احنا خدنا قرار نهائي نبعد عنهم. انجز بقى وقول لنا ايه المشكله؟ بيقول لهم لازم توقفوا اللي اسمه هارو لانه بيحفر وعايز يخرج اميت من سجنها. بيقول له ده اتهام كبير جدا يا خنشو، ولو كنت غلطان هتتسجن للابد. هاتوا المتهم هارو. هارو بيحضر في المكان وبيقول له خنشو انت هنا؟ انا قلت انت اكيد السبب في الاجتماع ده. بيقول له انت بتحفر عند قبر عشان تخرج اميت من سجنها صح؟ بيقول لهم انا جيت مصر وكنت في الصحراء عادي جدا، لو كانت زيارتي لمصر جريمه فمن حقكم تعاقبوني. خنشو بيقول لهم ده كذاب ما تصدقوش كلامه. هارو بيقول لهم خليني انا كذاب، هتصدقوا واحد شايل وصمه عار ومطرود من وسطكم؟ ثم الشخص اللي هو اختاره ومتجسد فيه ده شخص مختل عقليا، معاه عقد شغل باسم ستيفن ومعاه عقد جواز باسم مار. بيستغل الشخص المجنون ده وبيقتل بيه الناس الابرياء. خنشو بيغضب وبيقول خلاص هيقتلوه، ولكن الملك ده بيوقفه وبيقول له ممنوع العنف هنا. بيقول لهم زي ما انتوا شفتوا بيتحكم بالكامل في جسم الشخص المجنون ده وبيأذي بيه البشر. الملك بيقول له خنشو خلينا نتكلم مع مار. مارك بيكلمهم بيقول له هو انت فعلا شخص مجنون؟ بيقول لهم اعتبروني انا مجنون، ولكن ده ما يمنعش ان كلام خنشو صح. هارو عايز يخرج اميت من سجنها، المفروض تقبضوا عليه علشان تمنعوا ده يحصل. هورس بيقول لهم الموضوع ده ما دخلش دماغي. الجلسه انتهت وبيسيبوهم يمشوا هما الاثنين. يازل بتقول له بقول لك ايه، انا مصدقه كل اللي انت قلته وما تقلقش في حل تاني توقف بيه هارو. في شخص اسمه انتون مع خريطه مقبره امان، حاول تجمع الشخص ده وتشتري منه الخريطه. بيسيبها ويمشي وبيروح لليلى بيحكي لها كل حاجه وبيقول لها هنوصل ازاي اللي اسمه انتون ده. تقول له سيبك من انتون انا اعرفه كويس جدا، سيب لي الموضوع ده خالص. ومره واحده اولاد بلدي بيشغلوا حسن شاكوش والهبد بيشتغل في المركب، وخالتي حمديه بتزغرط لهم ايوه خش عليهم يا خالتي عرف الاجانب ان احنا مش سهلين. مارك بيقول لليلى الجو ده بيفكرني بيوم فرحنا. بقول لك ايه عايزين ليله دخله النهارده
المطبخ. بتقول له لا يدخل عليا انت ولا ستيفن، فبيحط لسانه في بقه. تقول له انا نفسي اعرف ايه اللي حصل وخلاك انت وستيفن واحد. بيقول لها هبقى احكي لك بعدين. تقول له مهما كان اللي حصل انا وانت هنتعامل مع الموضوع. بينزلوا من المركب وبيكونوا في طريقهم لانتون. فانتون بيكون عامل زماره بلدي وخاربها هناك. انتون بينزل من على الحصان وبيقول لها ليلى وحشتيني يا قلبي. تقول له وانت كمان، ده جوزي سعد السفروت. بقول لك ايه، احنا جينا هنا عشان نتفرج على التحف اللي عندك، لان انا متاكده ان التحف اللي عندك اصليه ونادره جدا. بيقول لها زي ما انت عارفه انا بحب التاريخ وتلاقيني محافظ على كل حاجه معايا. معلش انا ممكن اسالكم سؤال؟ ايه اللي خلاكم تهتموا وتيجوا هنا؟ ليلى بتكون هتجاوب. بيقول لها ممكن تخلي جوزك اللي يجاوب. مارك بيقول له قبل ما اجاوب عايز اخد لفه في المكان. بيقول له خد راحتك. بيخشوا جوه وبيحاولوا يفهموا اي حاجه من المكتوب. ليلى بتقول له النقش ده كله انا مش فاهمه منه اي حاجه، على ما اعتقد مفيش موقع. ستيفن بيقول له مارك النقش ده كله عباره عن شفرات. مارك بيقول له ليه اخرجوا شغلي بره علشان اتكلم شويه مع ستيفن. بتخرج بره ومارك بيقول له ستيفن انجز وقول لي احل الشفرات دي ازاي. بيقول له خليني اسيطر على جسمي وانا هخلص كل حاجه. بيقول له هتقول له والله اخرج بره اقلبها بحر دم. بيقول له خلاص يا عم انا ما بحبش الدم. خد اول حته من القماش ده طبقها وخليه كده زي طرف نجمه. خد تاني حته قماش وطبقها عكس الاولى. ولكن اولادي لما بيخشوا عليه هو بيقولوا له انت بتعمل ايه؟ مارك بياخد منه السلاح ولكن بيكونوا مثبتين ليلى باسلحتهم. بيرجع السلاح وعمد بيقول لهم انتوا كدابين، ليه عايزين خريطه مقبره امات؟ في الوقت ده هارلو بيحضر في المكان وبيقول له انتوا عندك حق، العيال دي عايزين يخرجوا امت من سجنها. انا معايا الجعران ولو عايز اوصل لمقبره امت هوصل لها. ليلى بتقول له ما تصدقهوش، احنا عايزين نوصل للمقبره قبله ونوقفه. بيقول لها اهدي خالص. بيسمع لهارو وهارو بيسيطر عليه بسحره وبيدمر مكان الخريطه بالكامل. خلشو بيظهر لمارك وبيقول له تحول وخلص عليهم كلهم. هارو بيمشي من المكان ومارك بيتحول عليهم. بينزلوا تخبيط فيه بالاسلحه ولا بيتاثر. بيحمي ليلى بتقول له اشغلهم لحد ما اجيب الخريطه من جوه. بيقول لها خلصانه. بيخلص عليهم بضربه واحده وليلى بتخش تجيب الخريطه. ومارك بره بيخلص على الباقي بافضل طريقه وعلى وضع كحريقه. بيكون شغال الله ينور ولكن ستيفن بيستغل الفرصه وبيسيطر على جسمه. الرجاله بيزنقوه وبيسيطروا عليه بالكامل. بيكونوا خلاص هيقتلوه. تفتكر انهم هيقتلوه صديقي؟ لا والله. ليلى بتيجي جري عليه ولكن ابن هيرمانتون بيجيبها على الارض. مارك بيغضب وبيقوم لاففهم لفه جاتوه. بيريحهم على الارض وانتون بيكون عايز يهرب ولكن بيبعت له سكينه في ظرف. بيمشوا من المكان وبيقفوا في قلب الصحراء. بيخرجوا الخريطه ولكن ما بيكونوش عارفين يجمعوها. مارك بيغضب وبيكسر مية العربيه وبياخد الخريطه وبيقول لستيفن تعالى سيطر على جسمك يا مالها يلا وجمع الخريطه. طبعا ستيفن بيسيطر وبيخرج يجمع الخريطه بكل سهوله. ليلى بتقول له عاش عليك. بيقول لها ايه رايك؟ تقول له ممتاز. بيقول لها بس في مشكله، الخريطه دي نجوم واحنا ما نعرفش النجوم كانت مترتبه ازاي ساعتها. بتقول له هنستخدم الجهاز الضوئي. بيقول لها برضه مش هينفع، لازم تكون النجوم مترتبه بنفس الترتيب اللي في الخريطه علشان نعرف مكان المقبره. كنشو بيقول لهم انا هرتب النجوم ولكن الملوك هيحبسوني. اعمل زي ما انا هعمل يا ستيفن وابقى اقول لمارك يخرجني من السجن. وفعلا بيمد ايديه واستغفر الله العظيم بيغير ترتيب النجوم. وفعلا ليلى بتحدد موقع المقبره والملوك بيعرفوا ان خنشو حرك النجوم فبيجهزوا له تمثال علشان يسجنوه فيه. وفعلا بيبدا يتسجن وستيفن بيغمى عليه. هارو بيعرف اللي حصل وبيروح يمسك تمثاله وبيقول له عايز اشكرك يا حمار لانك انت السبب في نجاحي. في الوقت ده ليلى بيهجم عليها اتنين رجاله هارو بتحاول تجر ستيفن ولكن ما بتقدرش. بتسيبه وبتشغلهم وبتستخبى منهم ورا العربيه. بتولع الشمروخ ده وبتسيبه مكانه. بتلف الناحيه الثانيه وبترمي لهم شمروخ تاني على الرصاص اللي معاهم. الرصاص بيسخن وبيخلص عليهم على العربيه. في الوقت ده ستيفن بيفوق وبتاخده وتمشي من المكان. بتقول له مفيش قدامنا وقت، لازم نوصل للمقبره قبل هارو ولو واجهناه هنضطر نواجهه بدون قوه خنشو. في اللحظات دي اكيد هحتاج معايا مارك بيقول ستيفن سمعت يا نطع خليني انا اتحكم في جسمك، دي مهمه انتحاريه. بيقول له لا انتحاريه ولا ملوخيه، انا اللي هكمل مع ليلى. بيفضلوا ماشيين بالخريطه او بيخشوا المكان ده في الصحراء. بيلاقوا مكان حافر بيخشوا جواه. مارك بيقول له يا اسطى اديني السيطره لان مفيش معانا قوه خارقه والمكان اللي هندخله ده فيه خطر من كل اتجاه. بيقول له انسى الموضوع ده، انا اللي هكمل مع القمر ليلى. بيقول له انا ملاحظ انك بدات تحب مراتي، مش واخد بالك انت من الموضوع ده؟ بيقول له لا واخد. او بيسيبه يمشي. بيجهزوا بينزلوا تحت وبيمشوا مع اتجاهات الخريطه. ستيفن بيرسم عن حرس هو بيقول لها دي الخريطه اللي هنمشي عليها. بيخشوا جوه وبيلاقوا كلام مكتوب على الحيطان معناه ان في حراس للمكان. تقول له الحراس دول اكيد محبوسين. بيقول لها بس في حراس مش موجودين. بيبصوا وراهم بيلاقوا في مشرحه وعليها دم طازه. بيقول له يلا بينا نتحرك من هنا. بيقول لها استني، بما ان في دم هنا اكيد في معدات. بيبصوا فوق بيلاقوا في دور كمان. بيقول لها كده هنلاقي حاجه فوق توصلنا للمقبره اسرع. بتقول له طيب اطلع انت. بيقول لها انا ماشي. بيطلع فوق. بيقول لها هنا في كلام كتير عن امل وجلد تعبان وحاجات غريبه وهو مدخل اهو ولكن مره واحده بيسمعوا في حد جاي عليهم. بيقول لها استخبي بسرعه. بيستخبوا. بيكون واحد من حراس المكان بيكون داخل بجثه وبيحطها على المشرحه بيحس ان في حد في المكان
فبيطلع على المشرحة يبص في المكان، وفعلا بيشوف ستيفن بياخدها جري عليه وبيكون خلاص هيجيبه، ولكن ليلى بتعمل صوت بتخليه ينزل تحت، بتاخدها جري منه وبياخدها جري وراها. ستيفن بيخش في الفتحة دي وليلى بتفضل تجري لحد ما بتهرب من الحارس، بتكون خلاص تقع ولكن بتسند وبتشوف باب المقبرة الناحية التانية، ولكن ما بيكونش في طريق غير انها تعدي على الخط ده. بتمسك في الحيط وبتكون خايفة للحارس يمسكها، بتكون خلاص هتقع ولكن بتعدي، وفي نص الطريق الحارس بيمسك ايديها ولكن بترزعه برجلها بتجيبه لورا ولا بيتأثر، بيهجم عليها ولكن بتولع شمروخ من اللي معاها وبترشقه له في عينيه وبتاخده وبتنزل بيه لتحت. في الوقت ده ستيفن بيوصل المقبرة اللي محدش في العالم وصل لها لحد دلوقتي، مقبرة الاسكندر الاكبر. بيقرا الكلام اللي مكتوب عليها، بيقول طيب كده الاسكندر كان صوت امين، بيشيل الكفن من عليه وبيحط ايديه في بقه، وفعلا بيطلع تمثال امين اللي لو اتكسر في الهرم قامت هتخرج من السجن وتدمر البشر. في الوقت ده هارو بيكون خلاص هو كمان قرب يوصل للمقبرة وبيقابل ليلى، بيقول لها ليلى ازيك، برافو عليكي، واقفة جنب جوزك مارك كتف بكتف، بس اللي عايزك تعرفيه ان ماركو هو اللي قتل ابوكي. ليلى بتنصدم وبتكون في منتهى الحزن، بتخش لستيفن بيقول لها زي ما قلت لك هنوصل لتمثال قامت قبل هارو، وفعلا هو التمثال معايا، ما بتردش عليه وبتكون في منتهى الغضب. بيقول لها مالك، بتقول له عايزه اكلم مارك، خرج وخليه يكلمني. مارك بيخرج لها بيقول لها في ايه مالك، بتقول له ايه اللي حصل لابويا، بيقول لها مش وقته، خلينا نخرج من هنا قبل ما هارو ورجالته يجي ياخدوا التمثال مننا ويخرجوا امين. بتقول له مش هنمشي غير لما تقول لي الحقيقه. بيقول لها طيب مش انا اللي قتلته، ابوكي كان وصل لمقبره فرعونيه، رحنا انا وصاحبي علشان نوقفهم، ولكن صاحبي طمع وقتلهم كلهم ومشي، حتى انا كنت هموت من ضمنهم، انا كنت ناوي احكي لك لما قابلتك بس ما قدرتش واتجوزتك. بتقول له يعني انت ظهرت في حياتي علشان كنت حاسس بالذنب واتجوزتني علشان تريح ضميرك مش علشان بتحبني. مره واحده بيحسوا ان في حد داخل المكان، ليلى بتستخبى ومارك بياخد البلطه دي وبيستعد، بيكون هارو ورجالته. هارو بيقول انا هديك خيارتين وانت اختار الخيار اللي تريحك، يا اما تديني تمثال امين يا اما هديلك وبرضه هاخد التمثال. مارك بيركز وبيخبط اول واحد بشق صدره والتاني بيقطع له رجله والتالت بيبعت له رساله بتجيب اجله، ولكن ابن الهرمه بيطلع سلاح وبيفضيه في صدره. مارك بيطب ساكت على الارض ما بيشوفش حاجه تاني، بيفوق بيلاقي نفسه في عالم تاني، بيلاقي ابواب كتير حواليه، بيفتح اول باب منهم بيلاقي فيه تابوت، بيفتحه بيلاقي ستيفن جواه، بيقول له احنا ازاي انفصلنا عن بعض، بيقول له مش عارف. بيفتحوا الباب ده بيلاقوا فرسة نهر بتتكلم قدامهم، بيصرخوا بتقول لهم اهدوا ما تخافوش، بيقول لها احنا فين، بتاخدهم بره وبيعرفوا انهم على مركبه فرعونيه بتمشي في الصحراء، وانا كمختار مصدق الصحراء. فرس النهر بتقول لهم احنا في طريقنا للنعيم بس لازم في الاول اوزن قلوبكم، بتاخد قلوبهم وبتحطها على الميزان، بتقول لهم ان كانت قلوبكم اخف من الريشه هتدخلوا النعيم، ان كانوا اتقل هتترموا في الصحراء وتتجمدوا للابد، ولكن الميزان بيفضل ينزل ويطلع ما بيثبتش. بتقول لهم قلوبكم مش كامله، لازم تعرفوا كل حاجه تخص حياتكم وتصفوا ذنوبكم وتيجوا هنا. خشوا المركب جوه هتلاقوا ابواب كتير فيها ذكرياتكم من يوم ما اتولدتوا. بيخشوا جوه وستيفن بيخش الباب ده بيشوف ذكرياته وهو صغير اللي بيكون ناسيها خالص، بيلاقي مامته وباباه وفي طفلين موجودين اللي هم ستيفن ومارك. بيقولوا لمامتهم احنا هنخرج شويه وهنرجع تاني، بيخرجوا بره والمطر بينزل عليهم، بيخشوا في كهف مهجور والميه بتنزل عليهم جوه، بيفضلوا يصرخوا في الكهف واللي بيخرج منهم واحد بس وهو مارك. مامته بتكون في منتهى الحزن عليه وبتقول لمارك انت السبب في موت اخوه، غور مش حابه اشوفك قدامي، ومن ساعتها بتعامل مارك اسوأ معامله لحد ما بيسيب البيت خالص ويمشي. مارك بيخش لستيفن في ذكرياته وبيقول له انت لازم تخرج من هنا، بيقول له سيبني انا لازم اعرف كل اللي حصل. مارك بيقول لبابا انا مستحيل ارجع البيت تاني، بيقول له يا ابني انا مش هتحمل خسارتك، كفايه خسرت اخوه، ما بيسمعلوش وساعتها بيسيبه ويمشي. مارك بياخده على ذكرياته اما كبر. مارك بيقول له ده ابو ليلى صاحبي غدر بينا وقتلهم كلهم، انا من ضمنهم كان هيموتني، فضلت اتعكز لحد ما دخلت جوه المقبره. في الوقت ده خنشو بيكلمه هو بيقول له انا حاسس بالالم اللي انت فيه وعارف قد ايه انت بتعاني في حياتك واكيد دلوقتي بتتمنى الموت. بيقول له انت مين وازاي قادر تكلمني، بيقول له انا خنشو وعايز شخص اتجسد فيه واكيد مش هلاقي افضل منك، هتجسد فيك وهحميك وهيكون لك قدرات خاصه بشرط انك تكون في صف المظلوم وتحقق العدل بين الناس. موافق اتجسد فيك ولا رافض وهتستسلم لموتك؟ بيقول له موافق يا عم. وفعلا بيتجسد فيه وبيبقى له قدرات خاصه. مارك بيقول لستيفن هو ده كل اللي حصل. بيخرجوا بره السفينه وستيفن بيقول له يعني ستيفن ده مات وهو صغير اصلا وانت صاحب الجسم اللي احنا فيه، وطبعا عشان تخلص من تأنيب الضمير وتعيش حياه مستقره خلقتني انا جواه. بيقول له هي دي الحقيقه، انا وانت شخصين مختلفين في جسم واحد. ستيفن مرتاح في حياته ومارك حواليه مشاكل من كل اتجاه. مره واحده المركب بتتهز بيهم، بيخرجوا بره الفرس النهر، بتقول لهم ميزانكم مش راضي يتظبط، دلوقتي هتيجي ناس الرمليه علشان تاخدكم. وفعلا الكائنات الرمليه بتطلع عليهم ولكن مارك بيقرر يهجم عليهم، بينزل تخبيط
فيهم، ولكن اولاد الهرمه بيتكتروا عليه. ستيفن بيقول طالما هو انا يبقى احنا الاثنين نفس القدرات. بيخش عليهم وفعلا بيدمرهم بالشومه اللي معاه دي. مارك بيفرح قوي، ولكن مره واحده واحد بيظهر منهم وبيكون خلاص هياخد مارك لتحت. تفتكر انه هياخده صديقي؟ لا والله، ستيفن بياخدها جري عليه وبياخد الكائن الرملي ده وبينزل لتحت. مارك بيمد له ايديه وبيقول له اجري تعالى، ولكن ستيفن بيبدا يتجمد مكانه لحد ما بيبقى تمثال من الرمله. مارك بينصدم وفرس النهر بتقول له مبروك ميزانك اتظبط بموت ستيفن. وفعلا مارك بيخش في مكان هادي جدا مفيش فيه اي ازعاج، ولكن بيكون في منتهى الحزن على ستيفن. في الوقت ده رجاله هارو بيخرجوا جثته وبياخدوا منها تمثال امان. هارو بياخد التمثال وبيقول له حلال عليك الجعران يا مار. وليلى بتكون واقفه بعيد وشايفه كل اللي بيحصل. بتخلص على واحده من اعوان هارو وبتاخد اللبس بتاعها. في الوقت ده هارو بيخول العصا بتاعته من تمثال امان. شكل العصا بيتغير وبتبقى اقوى بكتير. بياخد رجالته وبيكونوا في طريقهم للهرم الكبير. وليلى بتكون مزروعه وسط رجالته. في الوقت ده الملوك بيتجمعوا وهتحور بتقول لهم هو ايه اللي بيحصل. بيقولوا لها خونشو كان عنده حق، اللي اسمه هارو ده هيخرج اميت من سجنها. في الوقت ده هارو بيخش عليهم بيحاولوا يوقفوه ما بيعرفوش. وليلى بتخش تدور على تمثال خونشو علشان تخرجه من سجنه. في الوقت ده هارو بيكون خلص على الملوك وبياخد تمثال اميت بيكسره في نص الهرم. وفعلا اميت بتخرج من سجنها وهارو ورجالته بيركعوا قدامها. في الوقت ده ليلى بتلاقي تمثال خونشو بتحطه على الارض وبتكسره برجليها. وفعلا كمان خونشو بيخرج من سجنه وبيقول لها فين مار. بتقول له مات وهو بيحارب بدالة. بيقول لها لا ما ماتش، ده في عالم تاني وانا هرجعه، بس الاول هحاول اوقف اميت وارجعها سجنها. بيخرج الاميت تقول له والله زمان يا خونشو. بيقول لها ورجع الزمان يعيد نفسه، زي ما كنت بقف في وشك زمان دلوقتي هقف في وشك علشان ارجعك سجنك تاني. في الوقت ده فرس النهر بتقول لمار استمتع، مش هو ده الهدوء اللي انت بتتمناه؟ بيقول لها مش مرتاح، عايز ارجع وارجع ستيفن تاني واخلص مهمة وانقذ البشرية. بتقول له براحتك. بترجعه عند ستيفن بيلاقيه متجمد. بيروح له وبيقول له انت قوتي الحقيقية. بيمسك ايديه وبيتجمد بداله. ستيفن بيرجع ومرة واحدة كمان مارك بيرجع. هما الاتنين بيكونوا في منتهى السعادة وبياخدوا بعض بالحضن. البوابة بتتفتح قدامهم والرملة بتقوم عليهم. بياخدوها جري والرملة بتكون خلاص هتنزل عليهم، ولكن بيخرجوا في اللحظات الأخيرة. بيرجعوا تاني لجسمهم لأن كل الجراح بتبدأ تتداوى فيه. والرصاص بيخرج منهم ولا كأن في حاجة حصلت، وأنا كمختار مصدق. المهم مارك بيخرج لخونشو بيقول له كنت عارف إنك هتفوق وتجيني. بيقول له هو إيه اللي حصل؟ بيقول له أميت خرجت من سجنها ولازم تساعدني علشان أرجعها السجن تاني. بيقول له خلصانة. بياخدها طيران عليهم. وليلى بتاخد واحد من الملوك على جنب. بيقول لها أنت اللي حررتي خونشو؟ بتقول له أيوه أنا. هو اللي بقى إزاي هنرجع أميت سجنها تاني؟ بيقول لها في سجن أقوى من سجن التمثال بكتير، يسجنوها في جسم الشخص اللي بتتجسد فيه اللي هو جسم هارو. مش هتقدر تخرج من الجسم ده للأبد. الشخص ده بيموت والملكة اللي متجسدة فيه بتتجسد في ليلى، وليلى كمان هي بتبقى بقدرات فتاكة. حتى أنا صديقي الهرم مش بعيد عليا، هروح اخد لفة هناك جايز ربنا يكرم والاقي لي قدرة أنا كمان هرضى بأي حاجة إن شاء الله قدرة الأنترافانتاس. المهم هارو بيجمع أرواح لأمين لحد ما بتبقى عملاقة بالشكل ده، ولكن مارك بيجي طيران على هارو وبياخده وبيطير بيه بعيد. وخونشو بيخش على أمين وبينزل فيها تخبيط. بيزنقها زنقة هلافيت وبيقول لها طول ما أنا موجود مش هسيبك تخرج الشر اللي جواك يا ملعونة. بتقول له أنت عارف إني هخلص عليه وبرضه واقف قدامي، خليك معايا وهعيشك في نعيم. بيقول لها مستحيل وبينزل تخبيط فيها. في الوقت ده هارو بن هرمة بيكون مسيطر على مارك وستيفن وبيكون خلاص هيقتلهم، ولكن ليلى بتحضر في المكان وبتدي لواحدة سر الانقاذ بالطيارة بعيد. مارك بياخدها بالحضن وبيقول لها ايه الحلاوة دي؟ بتقول له انت ازاي رجعت تاني؟ ستيفن بيقول لها هنحكي لك بعدين، انا عايز اوريك قدراتنا الجديدة. بتقول له فرجني يا عم الحاج. بيلبس بدلته وبيروح جري عليهم. ابلع على بينزل تخبط فيهم يمين في شمال والعجلة ماشية يا خال. ما بيكونش فاضل غير هارو ابن الهرمة، ما بيكونش سهل خالص، ولكن على مين؟ احنا معانا مارك وستيفن الكدابين بيعملوا عليه ميكس جبار شطة ونار، ولكن ابن الهرمة بيسيطر تاني وبيسقيهم المرار. بيضربهم بالعصا اللي معاه بيرقدهم على الارض. واميت بيكون مسيطر على خونشو والكل بيكون في انهيار. مارك بيغضب وبغمضة عين بيكون مكسر عظم هارو وخلاص هيخلص عليه. ما بيعملش كده علشان هيسجن اميت جواه، واميت بيكون مكسر عظم خونشو. مارك بياخد هارو وبيحطه في نص الهرم وبيقول تقص سجن اميت اللي بيكون خلاص هتخلص على خونشو، ولكن بتبدا قوتها تروح وبتتسجن كلها في جسم هارو. مارك ما بيرضاش يقتله وخونشو بيقول له عاش عليك يا وحش، خلصت المهمة بنجاح. بيقول له في بعضك بقى خد قوتك وسيبني في حالي. بيقول له انا نفسي تكمل معايا وتخلي القوة معاك. بيقول له مش عايزها، انا عايز اعيش حياة طبيعية. بيقول له اللي انت عايزه، وفعلا بيحرره وبياخد القوة منه. مرة واحدة ستيفن بيفوق وبيلاقي نفسه على سريره ورجع لحياته الطبيعية تاني. وبتعدي الايام وبتفوت الشهور وهارو بيخرج من المستشفى. بياخدوه في العربية دي ولكن بيلاقوا خونشو قدامه بيضحك وبيقول له جاي عشان تقتلني؟ مش هتعرف تعمل معايا حاجة بدون خادم ليه. بيقول له بعد ما سبت مارك وستيفن قررت اجيب
اجيب لك نسخة جديدة منهم. احب اعرفك على التلميذ الجديد جاك لوكي. لوكي بيرحب بيه وبيخلص عليه وبياخدوا بعضهم ويمشوا، وهنا بينتهي المسلسل. استاذنك بقى صديقي، هقفل دلوقتي لاني هروح اخد قوة من خونشو. كان كنت عايز تيجي معايا الهرم خونشو هتجيبك. والله يا صديقي انا مصري وما اعرفش ان في حد اسمه خونشو اصلا. انا كل اللي اعرفه في المسلسل هو ابو الهول واحمد داش اللي خد حتة قلم محترم على وشه مستحيل يتنسي. ما تزعلش يا ريشة، عارف انك خدت القلم علشان المعيشة. المهم انت يا صديقي ما تنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك، وتشترك في القناة. عايزين نوصل للمليون ونص يا صديقي، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعار بالفيديوهات الجديدة بمجرد ما تنزل على القناة. وخش خد لفة في القناة، صدقني هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. اشوفك